في 10 مليون مخلوق في بلادنا مش بشر، من عرب وأفغان وباكستانيين. هم بالتأكيد مش بشر لأنهم أشبه بالحيوانات، لأنهم بيملكوا دماغ بدائية وهم أصحاب فكر منحط. ده كان هجوم أحد الأتراك على العرب في لقاء لي في إحدى القنوات التركية، والموضوع اتكرر باعتدائهم على سائح كويتي وبعضها على سياح مصريين. تعالوا نعرف الحكاية وإيه سبب عنصرية الأتراك مع العرب. تابعونا في الوقت اللي كلنا بنتابع فيه المسلسلات التركية وبنمدح في أبطالهم وثقافة بلدهم وتحضرهم، اتصدمنا بتصرفات غريبة واللي كلها عنصرية وتمييز، وحسينا إننا اتخدعنا في الأتراك بسبب طيبتنا كعرب. الموضوع مش وقعة أو 2 أو 3، لأنه اتكرر كتير مع أشخاص من أكتر من دولة عربية، وكان لازم نرصد لكم بعض الوقائع اللي أثارت جدل كبير. ونبدأ بأحدث وقعة واللي أثارت جدل كبير بعد اعتداء بعض الأتراك على مواطن كويتي وأسرته في مدينة طرابزون التركية، وتسببوا في إصابته إصابة كبيرة في رأسه. الموضوع عمل ضجة كبيرة ومطالبات بقطع الرحلات السياحية لتركيا، وخصوصا بعد ما أكدت الإحصائيات إن عدد السياح الكويتيين اللي زاروا تركيا خلال أول 6 شهور من 2023 164 ألف سائح، ودي نسبة كبيرة. المشهد الثاني للتركي اللي وصف العرب بالحيوانات في التلفزيون التركي، ومش بس كده، ده كمان قال عليهم هذه المخلوقات ليس لديها أي أخلاق أو قيم. المشهد الثالث لسياح مصريين كانوا بيتعشوا في مطعم في منطقة تقسيم بمدينة اسطنبول، ولما وصلت الفاتورة اتفاجئوا بكتابة أصناف للفاتورة ما طلبوهاش، ولما طلبوا تفسير تم الاعتداء عليهم بالضرب، والموضوع اتحول لخناقة شوارع. المشهد الرابع لأتراك اقتحموا محلات تجارية لسوريين في مدينة شالي أورفا بجنوب شرقي تركيا، والموضوع أثار ضجة كبيرة في سوريا ومعظم الدول العربية بسبب الواقعة المؤسفة، وخصوصا إنه معروف إنه بيعيش 4 مليون لاجئ سوري في تركيا، غالبيتهم بيحملوا بطاقات حماية مؤقتة اسمها كملك بالتركية. واعترف الصحفي التركي عبد الرحمن أوزون بإن كتير من الأتراك بيتعاملوا بعنصرية وتمييز ضد السياح العرب وبيشتكوا وبيعلنوا الحرب، وأكد إن استمرار الانتهاكات دي هتقلل السياحة في تركيا وهتأثر بالسلب على اقتصاد الدولة، لأن غالبية السياح في منطقة البحر الأسود من العرب. كمان كشف عن إن الأتراك بيقولوا إن العرب بييجوا يصرفوا فلوسهم عندنا وبيشتروا حاجات كتير، وممكن العربي يدخل مطعم ويتناول أطباق في حين إن التركي بيكفيه طبق واحد، وده مبرر مش مفهوم. الوقائع كتير وما بتخلصش، بس حاولنا نسلط الضوء على انتهاكات الأتراك ضد العرب، ونقول لحضراتكم ما تتخدعوش فيهم، لأنهم مش الشعب الكيوت اللي بتشوفوه على الشاشة، مش كلهم مهند. تمييز وعنصرية ملهاش أي مبرر. اكتبوا لنا في التعليقات رأيكم إيه في اللي بيحصل، ولو عندكم موقف حصل مع أتراك قولوا لنا عليه.